لا يختلف اثنان في الإسلام على تحريم المثلية الجنسية، حتى أن بعض الدول العربية والإسلامية تجرم المثليين وتعاقبهم. في الولايات المتحدة الأمريكية الإمام داعية عبد الله يرى غير ذلك، هو يجاهر بمثليته ويقدم رؤية خاصة حول الإسلام والمثلية تستند إلى القرآن نفسه كما يقول: لطالما كنت ناشطا في مجال الدفاع عن حقوق المثليين، وعندما تحولت إلى الإسلام التقيت بالعديد من المثليين المسلمين، ما ساعدني على تقديم دراسة حول التأويل الإيجابي للمثلية في القرآن. وما توصلت إليه هو أن اللغط في التأويل، إذ أن مفسري القرآن يضعون تفسيراتهم الخاصة، والقرآن لا يتحدث مباشرة عن المثليين، وإنما يشير إلى قصة لوط، واللغط هو حول استخدام تفسير اللواط كأسلوب تعذيب وليس كعلاقة حب. عبد الله ذهب أبعد من ذلك في تأويله، إذ يقوم بتزويج المثليين المسلمين وفق الشريعة الإسلامية. حاولنا الالتقاء ببعض هؤلاء دون جدوى، فهم لا يجرؤون حتى الآن على الظهور أمام الكاميرا لأسباب تبدو بمجملها اجتماعية ودينية. مراسم الزفاف هي نفسها في الزواج العادي، الاختلاف الوحيد هو باستبدال الجنس، كأن تشير إلى العروس بهو مثلا، والعكس صحيح. هم أشخاص متدينون ويريدون أن يتزوجوا وفق دينهم، لذا يلجؤون إلي. ما يقوم به الإمام عبد الله مرفوض في الإسلام، يؤكد إمام آخر، فالزواج هو بين آدم وحواء، أما المثلية فيشير إليها القرآن بالفحشاء كما يقول. لا أرى كيف يفهم القرآن يجيز للرجل أن يتزوج برجل والمرأة بمرأة. أنا لا أرى ذلك. على الداعية أن يجمع أتباعه حول القرآن ليتعمقوا في دراسته، عندها قد يتوافقون معه أو سيقولون لا لممارسته، لأنهم سيفهمون المعنى الحقيقي للقرآن. زواج المثليين المسلمين لا يشكل سوى جزء بسيط من قضية لا تزال تثير جدلا واسعا في الولايات المتحدة على الرغم من تشريعه في عدد من الولايات، علما أن 51% من الأمريكيين بحسب استطلاع لمركز بيو يؤيدون زواج المثليين، فيما يعارضه 42%. وفاء إشباعي، BBC، واشنطن.